بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في ليسن جديد من سلسله ايزي انجلش. النهارده يا جماعه هنتكلم عن ليسن مهم جدا هو الفيوتشر فورمز. طبعا الليسن ده في يونت 1 في الصف الثالث ثانوي، وان شاء الله الحلقه دي وكل الفيديوهات اللي جايه هنخصصها هنشرح فيها كل الجرامر بتاع ثالث ثانوي، فمن فضلكم تابعونا وان شاء الله على اخر الفيديو هيبقى عندك فكره كويسه جدا ازاي تفرق بين well وبين going to وبين present continuous و present simple. في الاول ان شاء الله لما نتكلم عن future دايما احنا كلنا عارفين دايما بنستخدم will. بقول مثلا I will travel to Alexandria، اوكي؟ لكن في الحقيقه الانجليش بيبل لما بيتكلموا على future بيستخدموا will و going to وال present continuous وال present simple، اوكي؟ الليسن النهارده هنعرف ازاي نفرق بينهم، وفي اي حالات نستخدم will وفي اي حالات نستخدم going to وفي اي حالات نستخدم ال present continuous. في الاول هنتكلم عن will و going to ان شاء الله، وبعد كده هنتكلم عن going to وال present continuous. اولا في فرقين اساسيين بين will و going to لازم نعرفهم، بعد كده هنتكلم in details عن استخدامات will. will و going to بنستخدم will مع quick decision، قرار now at the moment، اوكي؟ at the time of speaking، قرار وليد اللحظه بيحصل في situation في الديالوج، اوكي؟ وهنقول examples هنوضح بها الفكره دي بصوره سهله جدا. ولنفرض the phone rings، اوكي؟ the phone rings، فانا هقول ايه؟ I'll answer، I'll get it، اوكي؟ مش هقول I am going to answer. The person اللي على الفون must have died. لا، I'll get it، I'll answer. Quick decision now، يعني decision at the time of speaking أثناء المحادثة، اوكي؟ ناخد كمان مثال تاني عشان نعرف نوضح إن will quick decision. ولنفرض somebody is knocking the door، فهقول I'll open the door، I'll get it، اوكي؟ مش هقول I am going to open the door، اوكي؟ دي محتاجة long time، اوكي؟ طيب على الناحية التانية بقى، لا، going to محتاجة plan، بنتكلم عنها لما يكون عندنا plan أو عندنا intention أو عندنا decision before time of speaking، يعني قرار أو plan محتاج وقت، اوكي؟ ولنفرض إن حضرتك مثلا عايز تشتري عربية، فمش معقول هتقول أنا هشتريها دلوقتي وهتشتريها بعد 5 minutes أو بعد half an hour، لا، الموضوع محتاج plan. في الأول you must save money، بعد كده تختار نوع العربية، بعد كده تشتريها، فتقول I saved money so I'm going to buy a car، فده لأنه ده plan intention decision، اوكي؟ ولنفرض ان حضرتك عندك النية next summer انك تروح لإكسندريا، فكده ده plan او decision، اوكي؟ او intention، فعشان كده هتقول next summer، اوكي؟ I'm going to go to Alexandria او I'm gonna go to Alexandria، اوكي؟ لأنه ده plan عندك، اوكي؟ محتاجة long time. ده الفرق الأولاني، اوكي؟ طيب moving to هنتكلم بقى عن الفرق الثاني، إن will بنستخدمها something that I'm not sure، حاجة مش متأكد منها، اوكي؟ حاجة based mainly in my own thinking، اوكي؟ قائمة على الاعتقاد الشخصي، ممكن تحصل وممكن لا. For example أقول I think he will pass the exam، لكن هل أنا متأكد؟ لا. هل في دليل؟ لا. I hope he will pass the exam، اوكي؟ لكن أنا مش متأكد إن هو pass the exam ولا لا. على الناحية التانية بقى going to بنستخدمها لما يكون في evidence، كمان لما يكون في evidence يعني دليل مادي. ولنفرض for example، اوكي؟ لما أقول look at these black clouds، look at these black clouds، اوكي؟ It's going to rain، ففي دليل إنها rain لأنها إيه؟ Look at these black clouds، it's going to rain، اوكي؟ في دليل مادي انها هتمطر، اوكي؟ ده الفرق الثاني بين going to. ممكن نقول ان going to دي well short time لكن going to long time، اوكي؟ well quick decision لكن going to decision before time of speaking، اوكي؟ طيب لما نيجي نتكلم بقى على استخدامات will الثانيه، طبعا will ليها استخدامات ثانيه كتير. بنستخدمها مثلا في الفيوتشر فاكت، حقيقه في المستقبل. ولنفرض مثلا this year انا عندي 25، اوكي؟ next year هيبقى عندي 26، اوكي؟ فدي فاكت، اكيد مش هيبقى عندي 27 ولا 28، فعشان كده اقول next year I'll be 26، اوكي؟ طيب بنستخدمها كمان في البروميس، لما ادي حد وعد، اقول مثلا my friend or anybody else اقول له I will visit you next month، فده promise، بوعده بديله وعد، اوكي؟ كمان بنستخدمها في الثريت، threat يعني التهديد، يعني لما نهدد حد ما نقولش going to، لا، نقول well
okay like you will be punished okay if you don't stop talking. طبعا I always بقول كده في الكلاس but you know they don't care. anyway خلينا نقول انه well بنستخدمها لما اقدم او تهديد اوكي. كمان بستخدمها في الريكوست لما اطلب طلب معين. will you carry this bag for me please اوكي فده request. كمان بستخدمها في الاوفر اوكي في العرض. بقول مثلا my friend or somebody else I will go shop you if you like بعرض عليه offer اوكي. مش بس كده كمان will بنستخدمها مع بعض الverbs like I hope I think اوكي. كمان بنستخدمها مع بعض الادverbs like probably. يعني حضرتك لما تشوف think يبقى will I hope well I believe well اوكي. فده اعتقد ده كده عرفنا الفرق الاساسي بين well و going to. انه well quick decision لكن go to دي plan حاجه من ثلاثه يا plan يا intention يا decision اوكي. going to I'm gonna play او I'm gonna travel او تقول I am traveling اوكي. لو انا هنتكلم عن الفورم طبعا going to بيجي قبلها be I am going to he is going to she is going to we are going to. The present continuous بقى same be ولكن plus الverb plus ing. هقول he is playing she is playing I am playing we are playing. ده بالنسبة للفورم. لما نتكلم بقى عن الفرق في الاستخدام إن going to دي intention أو decision أو plan ولكن تظل يعني في إطار البلان. يعني أنا action ما عملتش حاجة فعلية أنا بسميها going to lazy الكسولة أوكي. يعني مثلا ولنفرض ان انا عايز study English اوكي دي مجرد intention عندي. هل انا رحت الكوليدج سجلت عندهم؟ هل دفعت؟ هل رحت السنتر؟ لا دي مجرد نية. فاقول I am going to study English اوكي. لكن على الناحية الثانية بقى لو انا رحت الكوليدج يعني سجلت في الكوليدج وقالوا لي next year هتبدا study English ففي الحالة دي بقى ما بقولش going to لا في الحالة دي بقت appointment بقت ميعاد بقت arrangement بقت وكمان ترتيب ثابت محدد الوقت بقى next year. عشان كده لما نتكلم في present continuous دايما لما بنختار present continuous لما يكون عندنا arrangement يعني ترتيب والترتيب ده كمان fixed يعني ثابت اوكي. يعني عندي ميعاد معين او عندي غير arrangement عندي I can write in my diary حاجه ممكن اكتبها في المذكره بتاعتي اوكي. يعني arrangement او appointment ميعاد. وان شاء الله خلال الامثله هنعرف الفرق واضح جدا بين going to وال present continuous. المثال الثاني يا جماعه ولنفرض ان انا عايز travel to London for example اوكي. هقول انا عندي النيه ان انا اسافر لندن اوكي لكن هل جبت التيكت؟ لا. هل حجزت؟ لا. هل حضرتك عارف امتى هتسافر؟ لا. دي intention. فبالتالي لما تتكلم عن intention اوكي فحضرتك تقول I'm going to travel to London next year. I'm going okay. So I'm going to travel to London next year. طيب ولنفرض بقى الناحية الثانية ان حضرتك جبت التيكت بتاعت البلين بتاعت الطيارة خلاص عندك arrangement يعني او عندك appointment قالوا لك انه البلين دي بقت next week اوكي. فnext week انت اكيد خلاص بقى ميعاد ثابت انه حضرتك مسافر لانه عندك التيكت فتقول I have booked the tickets انا خلاص التيكت معايا اوكي. خلاص ما بقتش intention لا بقى دلوقتي حاجة ثابتة fixed بقى arrangement او appointment. ففي الحالة دي بتقول I am flying to London next week I'm traveling to London next week I'm flying to London next week or I'm traveling. طب ليه بقت I'm traveling؟ لأن أنت عندك بقى fixed arrangement بقت حاجة ثابتة بقى عندك التيكت أنت خلاص مش بس عندك النية اللي هي intention اللي هي going to اللي مسميها lazy لكن ال present continuous مسميه active. يعني دايما لما بحب تعمل حاجة في فرق بين لما يكون عندك النية دي مجرد نية اوكي لكن present continuous لا مش بس عندك النية لا انت خدت خطوة فعلية انت خدت action انت خدت appointment. ودايما بنختار ال present continuous لما يكون عندنا ثلاث حاجات. عندي appointment مع person مع شخص اوكي او عندي appointment مع في place اوكي مكان او عندي specific time يعني وقت محدد اوكي. I'm traveling to London next year عندي next year اوكي. طيب ولنفرض ان حضرتك عندك مشكله
in your teeth. فانت عايز تشوف الدنتست الدكتور. اوكي لو هي مجرد نية هتقول مثلا I wanted to see my dentist، يعني عايز تشوفه. لكن هل انت اتصلت بيه؟ لا. هل خدت منه appointment ميعاد؟ لا. هل بقى fixed arrangement؟ لا. انت عندك النية فتقول I wanna see my dentist. I'm going to see my dentist. اوكي. لكن على الناحية التانية بقى لو انت بقى اتصلت اوكي and you had an appointment، يعني خدت منه ميعاد خلاص، قالك بقى لازم تيجي next Tuesday. اوكي next Tuesday لازم تروح للدنتست، فبقت حاجة ممكن تكتبها in your diary in your notebook، تكتبها في البوك لأنه خلاص بقى fixed arrangement. ففي الحالة دي تقول ايه؟ I had appointment with my dentist so I'm seeing my dentist next week. خلاص أنا هشوفه next week. اوكي طيب ونفرض بقى مثال رابع كمان عشان نفهم الفرق بصورة أوضح. ونفرض مثلا ان انا عايز اشوف my friends، فانا عندي النية فاقول I'm going to see my friends. اوكي لكن ونفرض ان انا I called them وخدت منهم appointment وقالوا نتقابل هنتعشى مع بعض اوكي next Saturday. اوكي فاقول كده ما بقتش بقى نية، بقيت action، انا خلاص كده خدت action. فاقول I'm meeting my friends next Saturday. اوكي I'm meeting my friends next Saturday. اوكي نلخص بقى اللي احنا قلناه. احنا قلنا انه going to كسولة دي مجرد intention نية. اوكي لكن حضرتك ما خدتش action، ما عملتش حاجة فعلية. لكن present continuous لا، انت خدت action، عندك appointment ميعاد ثابت، او بقى عندك arrangement fixed arrangement في الفيوتشر. اوكي طيب السؤال ده اللي هنقوله هيوضح الفرق بصورة واضحة جدا بين going to و present continuous. لو انا سألتك what are you going to do tomorrow؟ What are you going to do tomorrow؟ اوكي انت بقى لو عندك plan يعني intention بس اوكي هتقول I'm going to visit my grandparents. I'm gonna to visit my grandparents. طيب ونفرض ان انت عندك appointment، يعني انت you called them اتصلت بيهم وقلت لهم ان انت هتيجي tomorrow، خلاص بقى عندك appointment معاهم، بقى عندك arrangement. ففي الحالة دي تقول ايه؟ I am visiting my grandparents tomorrow. اوكي فعشان كده احنا قلنا انه going to دي lazy كسولة. اوكي دي مجرد intention decision. اوكي لكن present continuous لا، انا خدت action، بقى عندي appointment، بقى عندي حاجة ثابتة، حاجة ممكن اكتبها in my diary. اوكي هنتكلم بقى على ال present simple. طبعا present simple بنستخدمه في الفيوتشر برضه. اوكي فممكن اسال ال present simple بنستخدمه للفاكت والهابت، لا كمان ممكن نستخدمه للفيوتشر. امتى بقى؟ لما يكون عندي fixed time table، يعني جدول مواعيد ثابت. دايما بيبقى في الترين في القطر، دايما بيبقى مثلا في ثياتر، دايما بيبقى في الباص. اوكي بيبقى في الفيلمز، في السكول ليسنز. اوكي يعني جدول مواعيد ثابت. يعني مثلا اقول the bus leaves at 5 o'clock. Okay, the movie starts at 9 p.m. Okay, the first lesson starts at 8 p.m. Okay, so بنتكلم عن present simple لما يكون عندنا fixed arrangement، يعني دايما بتبقى في حاجة ثابتة، ما دايما بتبقى حاجة لها علاقة time table school أو bus أو theater as I mentioned. كل الحاجات دي بنستخدم معاها present simple. ولما أقول the bus leaves at 5 p.m. ده مش معناه leaves دلوقتي، معناه سوف يغادر، يعني معناه will، ولكن ده time table، فعشان كده احنا استخدمنا present simple. اوكي اعتقد كده احنا وضحنا الفرق بين more confident when we choose between will and going to and the present continuous and the present simple. اوكي لو عجبكم الفيديو من فضلك دعمنا بسبسكرايب. شكرا لكم، السلام عليكم.